يا اهل غزة، زي ما انتوا عندكم الصهاينة، احنا عندنا احتلال واحد مننا وفينا وبيتكلم لغتنا اسمه السيسي، محتل مصر، بخرج اهلها منها، سينا، العريش، علم الروم وغيره، كل دي اتباع، كل دي اتباع. ما تلوموش علينا، والله عندنا احتلال زيكم، والله عندنا احتلال زيكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سيسي، انت وكل واحد بيساعدك على اللي انت بتعمله. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيظلم. هتقول لي ده عسكر، لا، فرعون وجنوده في النار. اقسم بالله لولاكو يا عساكر مصر ويا جنود مصر ما كان عمل تتجبر، لولاكو ما كانش قوي، لولاكو ما كانش ظلم الشعب. انتوا السبب قبل منه. هو عم مستخدمكوا آلة، مستخدمكوا أداة يضرب بقى الشعب ويظلم بقى الشعب ويموتنا. والله لا تتحاسبوا زيه، والله العظيم اللي جاي لكم يوم، جاي لكم يوم، ويا كل واحد ظلم وافترى في مصر جاي لك يوم قريب. ما بطبلش للسيسة اللي هو اللي زيه، حرامية اللي زيه. ما حدش وقف مع السيسة الا المنتفع منه. السيسي رفض التهجير في غزة زي ما هو مفهم العالم. هو نفسه السيسي اللي بيهجر حاليا اهالي جزيرة الوراق، السيسي اللي بيقول انا رافض التهجير. الشرطة بتاعتنا بتموت في الناس في جزيرة الوراق، الشرطة بتاعتنا والعساكر بتوعنا والأسلحة اللي بنجيبها ما بنستخدمهاش ضد عدونا، بنستخدمها ضد شعبنا. بننزل مدرعات ودبابات لجزيرة أهل الوراق، بننزل لهم مدرعات هناك، بيحرق في البيوت. الشرطة بتاعتنا المفروض تحمينا، بتحرق في بيوتنا في جزيرة الوراق. الشرطة بتاعتنا اللي المفروض تحمينا بتبلطج على الناس. الشرطة بتاعتنا اللي المفروض تحمينا بتطرد الناس من بيوتها. هيروحوا فين؟ اي ظلم اللي احنا فيه. ليه السكوت ده كله؟ ليه السكوت؟ النهارده الوراق، بكره انت دور عليك. ما هو انتش بعيد عن اي حاجه. هو شاف ان محدش بيتكلم فداس فيه. اخواتك في الوراق بموتوا، اخواتك في الوراق بتظلموا، اخواتك في الوراق بيطلعوا من بيوتهم غصب عنهم، اخواتك في الوراق بيوتهم بتتحرق. بلطجة عينك. شفت شرطة في العالم بيستخدم مطوة بيضرب بها فرد من الشعب؟ في العالم كله. عمركم شفتوا حكومة بتستخدم المطاوي؟ في العالم كله. عمركم شفتوا حكومة بتروح بيت مواطن تولع فيه؟ في العالم ما حصلتش، في العالم كله اللي عندنا في مصر. يا أهل غزة